الجاير قلقني برشا وعذبني، استعملت برشا دوايات وما نفعونيش، شنو الحل؟ أي واحد فينا يقلق الجاير في فترة من حياته، ولكن فما نسبة من العباد الجاير يكون بمثابة المرض المزمن اللي يقلقها في حياتها اليومية ويعمل لها برشا مشاكل. شنو الحاجات اللي نعملوهم باش الأعراض نتاع الجاير تنقص؟ أولاً العباد اللي تتكيف لازمها بشوية بشوية تنقص التدخين وتحاول تبطله. ثانياً فما أنواع من الماكلة تزيد الجاير ولذلك لازمنا نبعدوا عليها، كما شرب القهوة والتاي بصفة كبيرة، الحاجات اللي فيها سكريات والدهنيات كما الزيت والمقلي. الحاجة الثالثة لازمنا ننظموا الوقت نتاع الماكلة، وخاصة وقت العشاء اللي لازمنا نبعدوه على وقت النوم على قليلة بساعتين. ممارسة الرياضة بصفة منتظمة تخلي الأعراض تنقص، وخاصة عند العباد اللي عندها زيادة في الوزن. فما أدوية فعالة ينجم يوصفها الطبيب بدوزة وبمدة معينة تخلي الأعراض تختفي، ولكن اللي لاحظوه عند العباد اللي عندها الجاير انه وقت اللي يوقفوا الدواء الاعراض ترجع من جديد، وفي الحاله هذه نجموا نناقشوا اجراء عمليه جراحيه باش المريض ما يقعدش يستعمل في الدواء مدى الحياه. الجاير اذا كان ما عملش مضاعفات فهو ماهوش مرض خطير في حد ذاته، ولكن ينجم يقلق المريض برشا في حياته اليوميه، لذلك بالاضافه للدواء اللي باش ياخذه المريض لازم يبدل نمط الحياه نتاعو باش يولي نمط حياه صحي، خصوصا فيما يتعلق بالاكل وممارسه الرياضه. وإن شاء الله لا بأس للناس الكل.